حاجات كان نفسي حد يقولها لي قبل ما ادخل كليه الفنون الجميله. مش لازم اكون بعرف ارسم عشان ادخل فنون جميله، ولكن المهم اكون بحب الفن ومستعد ان انا اتعلم، لان الهوايه بتشكل 10% والتعليم بيشكل 90%. فانت ممكن من خلال التعليم تعدي بمراحل حد فقط عنده الهوايه. الكليه صعبه، مش زي ما احنا كنا فاكرين ان هي رسم وبس، فيها ضغط كبير جدا، ولكن اكيد ان هي بتطلع افضل نسخه منك. ولكن الظريف فيها ان انت تلاقي نفسك بتاخد لفه كده على كل الجامعات التانية، كل التخصصات التانية، زي تاخد تشريح، هندسة، حقوق، وكل اللي قلبك يحبه من الجامعات التانية هتدرسها في الكلية. ودي الميزة اللي بتميز بقى الكليات الفنية، انك بس مش بتكون متخصص في المجال بتاعك، ولكن بتكون مثقف كمان بكل الجامعات التانية وكل المجالات التانية. وفي الجامعة مش هتتعلم برضو التخصص بتاعك بس، ولكن هتتعلم كمان السوفت سكيلز اللي هتحتاجها في كل المهارات في حياتك، زي التواصل، زي العمل الجماعي والعمل تحت الضغط، واي مهارة هتتخيلها بتتعلمها جوه بالضغط عليك. واخيرا القسم اللي هتختاره هيغير نظرتك للفن وللحياه كلها. قولي لي بقى، لو انتوا ناويين تدخلوا كليه فنيه تدخلوا كليه ايه وقسم ايه؟